اجتاحوا البلاد ونشروا الذعر والرعب بين دول العالم، أسقطوا أغلب الدول التي حاربتهم والتي لم تحاربهم، سيطروا على ما يقرب من نصف العالم آنذاك، وتحديدا من كوريا شرقا إلى بولندا غربا. أسقطوا الدولة الخوارزمية والخلافة العباسية، واجتاحوا بغداد وكل بلاد الشام. نحن نتكلم عن واحدة من أقوى الإمبراطوريات إن لم تكن الأقوى على مر التاريخ الإنساني. أهلا بكم يا أصدقائي من جديد في الحلقة الثانية من قصة المغول، والتي سنتناول فيها بالتفصيل نهاية المغول في معركة عين جالوت. إذا لم تشاهد الحلقة الأولى فاذهب وشاهدها أولا، ثم تعال إلى هنا لكي تستطيع ربط الأحداث التاريخية. سوف أترك لك رابط الحلقة في أول تعليق وفي الوصف وفي الآي التي ستظهر لك هنا. ولكن قبل ذلك لا تنسى دعمنا بلايك للفيديو وأن تشترك في القناة لتتابع كل فيديوهاتنا. وهيا بنا الآن لنرى ما حدث هناك. بعدما نجح المغول في القضاء تماما على الدولة الخوارزمية كلها ومضوا في طريقهم وأبادوا بغداد وقتلوا سكانها، توجهوا بعدها للشام وفعلوا نفس الشيء، ومن بعدها اتجهت أنظارهم نحو مصر. المغول يعلمون جيدا أنه بسقوط مصر كانت ستنتهي الدولة الإسلامية تماما في ذلك الوقت، ومن بعدها كان العالم كله سيفتح على مصراعيه للمغول. ولكن ما لم يكن في الحسبان بالنسبة للمغول هو السلطان قطز، أو بالأحرى علينا أن نقول اسمه الحقيقي، وهو محمد ابن ممدود ابن خوارزم شاه. بعد رسالة هولاكو إلى قطز في مصر، بدأ قطز مباشرة في تجهيز الجيش على وجه السرعة، ولكن الوضع الاقتصادي كان سيء جدا في مصر في هذا الوقت. لذلك قام قطز بتجميع مجلسه الاستشاري في القلعة، وكان معهم سلطان العلماء العز ابن عبد السلام، والذي اقترح فرض الضرائب على الشعب. لذلك سأل قطز العز ابن عبد السلام من أجل أن يفتيه في هذا الأمر. لذلك قال له: إذا طرق العدو بلاد الإسلام وجب على العالم كله قتالهم، وجاز لكم أن تأخذوا من الرعية ما تستعينون به على جهادكم، بشرط ألا يبقى في بيت المال شيء، وتبيعوا ما لكم من الحوائص المذهبة والآلات النفيسة، ويقتصر كل الجند على مركوبه وسلاحه، ويتساووا هم والعامة. وأما أخذ الأموال من العامة مع بقايا أيدي الجند من الأموال والآلات الفاخرة فلا. العز بن عبد السلام كان يفتي قطز بأنه يجوز له فرض الضرائب على العامة، بشرط أن يتساوى الأمراء والوزراء مع العامة من الشعب في الممتلكات. وعندما سمع قطز هذه الفتوى قام بالبدء بنفسه وباع كل ما يملك، وأمر الوزراء والأمراء بفعل نفس الشيء. وبدأ قطز في تجهيز الجيش بهذه الأموال، ولكنه اختلف مع أمرائه في خطة المعركة، لأن قطز كان يرى أن يأخذ الجيش ويخرجون لقتال المغول في أرض فلسطين، ولكن الأمراء كانوا يريدون أن ينتظروا المغول لقتالهم في مصر. وبعد الكثير من النقاش اتفقوا على أن يخرجوا لقتال المغول في أرض فلسطين. وهذا الأمر كان له سببان: الأول وهو أن أمن مصر يبدأ من الحدود الشرقية لها، والثاني هو نقل مكان المعركة في أرض المغول، وهذا الشيء ليزعزع به ثقتهم، لأن هذا الشيء لم يقم به أي أحد من قبل. لكن قطز كان يريد أن يهيئ الطريق جيدا للجيش، والذي كان سوف يمر على عكا، والتي كانت إمارة صليبية آنذاك، ولم يكن ينفع أن يهدر طاقة الجيش في قتال الصليبيين. لذلك كان يريد أن يضمن حيادهم للجيش وأن يحمي ظهر الجيش عند قتالهم للمغول. لذلك قام قطز بعقد اتفاقية سلام مؤقتة، وبالفعل وافق صليبيين عكا على الاتفاق. ولم تكن موافقة صليبيين عكا على الاتفاقية من أجل حبهم في المسلمين، ولكن كان خوفا من أن يضطر قطز إلى محاربتهم قبل المغول لكي يحمي ظهر الجيش، لأن صليبيين عكا وقتها لم يكونوا جاهزين لحرب مع المسلمين في ذلك الوقت. بعد إمضاء الاتفاقية بدأ قطز بالخروج بجيشه من مصر. قسم قطز الجيش الخاص به إلى مقدمة كبيرة نسبيا، ووضع فيها أفضل الفرسان وأكثرهم خبرة، وكان يقودهم الظاهر بيبرس، ومن خلفهم يأتي باقي الجيش والذي كان هو خلفه. وجعل قطز مقدمة الجيش التي بقيادة الظاهر بيبرس تكون متقدمة عن الجيش قليلا، وهذا بسبب أنه إذا رأت استخبارات المغول مقدمة الجيش ظنت بأن هذا هو كل الجيش. بدأ تحرك الجيش المصري المملوكي في شهر يوليو 1206 ميلاديا. تحرك الجيش بمحاذاة البحر المتوسط
إلى أن وصل غزة، والتي كانت فيها حامية مغولية صغيرة. تفاجأت الحامية المغولية بهجوم مقدمة الجيش المصري عليها، ودارت بينهم معركة صغيرة وانتصر فيها الظاهر بيبرس وقتل معظمهم، وهرب الباقي إلى جيش المغول والذي كان يعسكر في سهل البقيع في لبنان. المعركة مع أنها كانت صغيرة إلى أنها كسرت شوكتهم ودمرت العبارة التي كانت تقول: إذا قال لك أحد أن التتار يهزمون فلا تصدقه. ويكمل الجيش المصري تحركه بمحاذاة البحر الأبيض المتوسط مرورا بعسقلان ويافا، إلى أن وصل للإمارات الصليبية والتي اتفق معهم على معاهدة السلام. لذلك أرسل الأمراء والرسل من أجل الاطمئنان بأنهم لا زالوا في صفهم. وبعدما اطمأن الطرفان اتجه الجيش من عكا إلى الجنوب الشرقي من أجل إيجاد مكان مناسب لقتال المغول. في ذلك الوقت يصل لكتبغة قائد الجيش المغولي الجنود الذين هربوا من بيبرس في المعركة، وأخبروه بأن غزة وقعت في أيدي المسلمين. لذلك قام كتبغة بعقد مجلس الحرب فورا، وحضر ذلك المجلس الأشرف الأيوبي أمير حمص والذي كان متعاونا مع المغول. وقرر كتبغة تجميع جيشه والاتجاه من سهل البقيع والتوجه لقتال المسلمين. في ذلك الوقت قرر قطز الاتجاه لسهل عين جالوت لانتظار المغول هناك. وسبب اختيار قطز لهذا المكان تحديدا هو أن السهل عبارة عن أرض منبسطة والتلال تحاوطها من كل جانب، ما عدا الجانب الشمالي كان مفتوحا. التلال المحيطة بسهل عين جالوت كانت مليئة بالنباتات والأشجار، والتي كان يمكن لقطز وباقي الجيش الاختباء داخلها. وبينما قطز يقوم بإعداد الجيش، وإذا به يرى الآلاف من المتطوعين يريدون الانضمام لجيشه، وكانوا من فلسطين وبلاد الشام. في يوم 2 من سبتمبر 1206 ميلاديا، والموافق ليوم 24 رمضان 658 هجريا، وقبل يوم واحد من المعركة أمام جيش أكبر إمبراطورية في العالم ومع التجهيز الأخير، يأتي رجل من الشام محمل برسائل لقطز من صارم الدين أيبك، وكان محتوى الرسالة 3 نقاط أهم من بعضهم البعض. جيش المغول ليس بقوته المعهودة، فقد رجع هولاكو ومعه أعداد من القادة والجند عند سماعه خبر وفاة أخيه. ميمنة الجيش المغولي أقوى من ميسرتهم، فعلى جيش المسلمين أن يقوي من ميسرته، وأن الأشرف الأيوبي أمير حمص سيكون في جيش التتار بفرقته، وأنه راجع نفسه، وأنه سينسحب ويترك المغول وقت بدء المعركة. بعد صلاة الفجر لليوم 3 من سبتمبر الموافق ل25 رمضان، وبعد شروق الشمس، يصل جيش المغول لسهل عين جالوت. الجيش المصري كان مختبئ خلف الأشجار في أعلى التلال، وتبدأ أصوات طبول الحرب، والتي كان الجيش المماليك يتلقى من خلالها الأوامر من قطز. مقدمة الجيش المملوك بقيادة الظاهر بيبرس تبدأ في الظهور على أعلى التلة، ولم ينزلوا دفعة واحدة، وإنما كانوا ينزلون كتيبة ومن بعدها الأخرى، وباقي الجيش مختبئ خلف التلال والأشجار. صارم الدين أيبك والذي أرسل لقطز الرسالة المهمة كان يقف بجانب كتبغة فيحكي ويقول: فلما طلعت الشمس ظهرت عساكر الإسلام، ويقصد مقدمة جيش المماليك، وكان أول سنجق أحمر وأبيض، ويقصد بالسنجق أي الكتيبة، فبهت كتبغة ومن كان معه من التتار، وهذا لأنهم كانوا معتدين على رؤية عدوهم يختبئ منهم خلف الحصون والقلاع، وهذه كانت المرة الأولى التي يرون جيشا ينتظرهم في ساحة الحرب. نزلت كامل المقدمة مع الظاهر بيبرس، وتمركزت في شمال سهل عين جالوت، وتركت السهل فارغ من خلفها. وكانت الخطة أنهم يسحبون الجيش المغولي لداخل السهل، ومن بعد ذلك ينقض عليهم الجيش الإسلامي من كل اتجاه. عندما نظر كتبغة لمقدمة الجيش الإسلامي وجد أن العدد قليل، وفكر أن هذا هو كل الجيش، فأراد حسم المعركة في أسرع وقت، وقرر أن يقوم بالدخول بأغلب قواته لقتال مقدمة الجيش. وهذا الشيء تحديدا هو الذي كان يخطط له قطز. يعطي كتبغة الإشارة لبدء القتال ودخول معظم قواته داخل السهل، وفي هذه اللحظة يعطي بيبرس الإشارة أيضا لبدء القتال. فانطلقوا باتجاه جيش التتار، وارتفعت سحب الغبار من المعركة، وتعالت أصوات دقات الطبول، واحتدم القتال. وثبتت مقدمة الجيش في القتال أمام جيش المغول، وكانت مكونة من خيرة فرسان المماليك آنذاك. قرر كتبغة الهجوم بكامل جيشه عندما رأى أن جيش المسلمين ثابت في المعركة. استمر القتال على الرغم من الفجوة العددية الكبيرة بين القوتين، ومرت الثواني كالساعات والدقائق كالأيام، ثم دقت الطبول دقات معينة، وهي عبارة عن أوامر من قطز لبيبرس يأمره بسحب التتار لداخل سهل عين جالوت. وبالفعل بدأ بيبرس وجنوده بالتراجع للخلف أثناء القتال، وبدأ كتبغة في الدخول لداخل السهل. وبعد مدة من الزمن ليست بالقليلة دخل التتار بأكملهم لداخل سهل عين جالوت، وانسحب الظاهر بيبرس بجنوده إلى الناحية الجنوبية من السهل.
كتبغى وقع في الفخ الذي نصبه له قطز، لذلك وفي هذا الوقت نزل كل الجيش الإسلامي من أعالي التلال وقاموا بالهجوم على جيش التتار. وفي هذا الوقت تحديدا تنسحب القوات المسلمة التي كانت تحت قيادة الأشرف الأيوبي وصارم الدين أيبك من جيش المغول، وتترك المغول لوحدهم داخل المعركة. وكان لهذا أثر كبير على نفسية المغول عندما شعروا بأنهم وقعوا في فخ وأيضا تعرضوا للخيانة في وسط المعركة، وبدأ صراعا لا مجال فيه للهرب أو المناورة. بدأ التتار في القتال بكل شجاعة، وبدأ تفوق الميمنة في جيش التتار، وبدأت تتراجع ميسرة جيش المسلمين. سيف الدين قطز كان في أعلى التلة يحرك الجنود، وحينما رأى تقدم ميمنة التتار على ميسرة المسلمين بدأ في إرسال القوات الاحتياطية كتيبة تخلف كتيبة لسد العجز الذي كان في ميسرة المسلمين. ولكن هذه القوات لم تغير شيء، وظلت ميمنة التتار تضغط على ميسرة المسلمين. وعندما تأزم الموقف لم يجد قطز حلا سوى أنه خلع خوذته ونزل بفرسه ملقيا بنفسه بين ميمنة التتار القوية، وهو يصرخ بأعلى صوت ويقول: وإسلاما وإسلاما. وعندما وجد الجنود قائدهم في وسط المعركة يقاتل معهم حمت نفوسهم أكثر للحرب. وفي وسط كل هذا الضغط استطاع أحد من أمراء المسلمين التقدم داخل ميمنة التتار وقتل كتبغى قائد الجيش المغولي، فانهارت معنويات الجيش المغولي وبدأ سقوط القتلى منهم. لذلك قرر المغول فتح ثغرة في صفوف جيش المماليك لكي يقوموا بالهرب منها لشمال سهل عين جالوت، وبالفعل استطاعوا فتح ثغرة داخل صفوف الجيش الإسلامي واستطاعوا الهرب إلى مدينة بيسان. وكل هذا كان في وسط مطاردة لهم من الجيش الإسلامي على مسافة 20 كيلومتر. وهناك استطاع المغول إعادة تنظيم صفوفهم مرة أخرى، وحدثت هناك معركة أخرى طاحنة، ولكنهم أيضا هزموا على يد الجيش الإسلامي. ولكن هذه المرة دمر الجيش الإسلامي كل جيش المغول، وحرفيا تم قتل كل جنود المغول، ولم يستطع النجاة منهم حتى شخص واحد أبيدوا عن بكرة أبيهم. ولكن قطز لم يتوقف هنا ويعود بالجيش لمصر، ولكنه قام أيضا بتحرير كل بلاد الشام وتطهيرها من يد المغول. ومثلما استولى الجيش المغولي على بلاد الشام كاملة في ظرف أشهر، استطاع قطز والجيش المصري المملوكي أيضا تحرير بلاد الشام من أيديهم في عدة أسابيع. الانتصار في معركة عين جالوت ترك أثرا وروحا معنوية داخل جيوش المسلمين في العالم كله، وأيضا رفع طموح المسلمين في تحرير ما تبقى من مدن العالم الإسلامي، والتي كانت آنذاك تحت احتلالين إما على يد المغول أو الصليبيين. وتنتهي هنا أسطورة المغول الشهيرة في ذلك الزمان بأن الجيش المغولي لا يهزم. وإلى هنا يا أصدقائي نكون قد وصلنا لنهاية حلقتنا اليوم، ولكن قصصنا لم تنتهي بعد، ولا تزال لدينا المزيد من القصص في جعبتنا. لذلك إذا أعجبك الفيديو لا تنسى أن تقوم بدعمنا بلايك للفيديو وأن تشترك في القناة، ولا تنسى تفعيل جرس التنبيهات لكي يصلك إشعار بحلقاتنا.